شعبه يطلع اسمه بالكامل، لان انتوا عارفين شهاده الميلاد مكتوب فيها اسم الاب اسم الام وخلاص. فالنهارده لو انا خاطف ولد اقول انا ابوه، حد يقول لي لا؟ مفيش حد يقدر يقول لا. فشكرا برضو لوزاره الداخليه، ده جهد مشكور من وزاره الداخليه، شكرا جزيلا. ارجع بقى اقول لكم حاجه تانية بقى من التقاليع اللي بتطلع كل يوم في عالم الموضه والازياء. طبعا انتوا عارفين الازياء دي حاجه جميله. في بناطيل جينز نازله مصر جديده مكتوب عليها لفظ الجلاله، ومكتوب كمان بسم الله الرحمن الرحيم، وعبارات تانية تعتبر مسيئه للاسلام. الله اكبر. شايفين يا جماعه البنطلون الجينز محطوط فين؟ اتفضلوا اتفضلوا. بسم الله. لا حول الله يا رب. الحمد لله الجمارك خدت بالها وصدرت الملابس دي وكثفت كمان جهودها عشان تمنع دخول الملابس دي نهائي، واي بناطيل جينز تانية عليها عبارات مسيئة للإسلام هيمنعوها ان شاء الله. ولسه زي ما هنشوف بناطيل مقطعة من على الركبة قلنا ماشي، بعتيها بناطيل مقطعة من على الخلفية قلنا لا، دلوقتي بناطيل مكتوب عليها لفظ الجلالة. خدوا بالكم البناطيل دي انا شفتها من سنة على مواقع التواصل الاجتماعي، بس لسه ما كانتش نزلت مصر. دلوقتي الحمد لله ان رجالة الجمارك صاحية وشايفة شغلها، وقدروا انهم يمنعوا دخول هذه البناطيل مصر. برافو عليكم جمارك مصر المحترمة. معايا الاستاذ